السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. أبطال سنة رابعة نبتدي نعيش مع بعض بقى منهج جديد 2026 مع كتاب المعاصر. نشوف كده يونت 1. يونت 1 بتتكلم على الفايف سنسز. الفايف ايه سنسز؟ الحواس الخمس. طيب يا مستر، عشان احفظ الكلمات انا ما بعرفش احفظ الكلمات، تمام؟ اهم حاجة احفظ الكلمة ومعناها كويس جدا، بعد كده اخش على مرحلة السبيلنج. قلنا الليسون الاولاني برضو بيقول لي what are the five senses. what are the five senses. our senses الحواس الخمسة بتوعنا: taste touch hearing sight smell. يبقى تاني اقعد اغني كده: taste touch hearing sight smell. تيست يتذوق، صح؟ احنا بنتذوق بايه؟ بالتانج، اللسان. يبقى اقول we taste with our tongue. طيب touch بنلمس بايه؟ بايدينا. يبقى we touch with our hands. طب hearing السمع، اللي هو حاسة السمع، حتى فيها ear، كلمة ear اهوت. يبقى we hear with our ears. طيب sight الإبصار، we see with our eyes. طيب smell الشم، حاسة الشم، we smell with our nose. يبقى دي كل الجمل بتاعتنا اهوت. شوف ايه الفعل اللي انت شغال عليه، ده انه عضو من اعضاء الجسم. شوف بقية الكلمات بتاعتنا كده، ركز مع بعض عشان ما نضيعش وقت، وتقدروا تكرروا الفيديو مرة واثنين وتلاتة عشان نحفظ كلمتنا. قلنا أهم حاجة بحفظ الكلمة ومعناها كويس جدا. fire smoke amazing، أو منقطعين الكلمات اهوت. amazing voice حطينا لها اس الجمع voices tongue delicious. المجموعة اللي بعديها: students beautiful school garden music soft colorful children حاجة children birds singing حطينا لها ing، يبقى singing. butterfly حولنا الواي في الجمع إلى IES بقى butterflies. shapes hard classroom. ده اللينك بتاع القناة، تقدر تخش عليه تشوفوا كل الفيديوهات، إن شاء الله تستفيدوا منها. excellent great huge loud noise situations world. شوف بقى الافعال بشتغل عليها ازاي. زي ما احنا خدنا السنه اللي فاتت، قلنا عندنا افعال ريجولار منتظمه وافعال irregular غير منتظمه. الافعال المنتظمه لازم يكون اخرها اي دي، اهو لو اخرها اي هنحط لها دي في الباست في الماضي. مفيش اي يبقى نحط لها ايه؟ اي دي. طب لو واي قبلها ساكن نحول الواي الى اي اي دي. يبقى دي 3 قواعد، وبعد كده نكمل القواعد التانية. يبقى used tested touched tried. اوكي، خلي بالك من tried وتايرد. طيب شوف المجموعة التانية الغير منتظمة. قلنا بقعد اغني كأني قاعد ادندن مع نفسي كده. heard ما هتقول يا مستر ما احنا حطينا لها اي دي. لا، ده حطينا لها دي بس. find found sang understood. يبقى عندي stand ايه؟ stood. شوف البروبوزيشنز بتاعتنا، حروف الجر: learn about stay safe اسلوب تعجب هنا بيقول ايه؟ what a beautiful day talk about. هنا جايب لي مجموعة كلمات وبيعرفني ازاي بستخدمها في جملة عشان ابني الباراجراف بتاعنا. هنا بتكلم على senses help us تساعدنا، understand نفهم، the world around us العالم من حولنا. we use our senses بنستخدم الحواس بتاعتنا of hearing بتاعة السمع to hear birds singing عشان نسمع غناء الطيور. senses help us stay safe بتساعدنا ان احنا نبقى بأمان.
if we smell smoke لو احنا شمينا دخان we know there is a fire نقدر نعرف ان في حريق. شوف الاكسرسايز بتاعنا اهوت. عايز الناس بقى كده ايه تتدرب عليه، ترجع تاني للكلمات وتشوف هنختار انه اجابة صح. وفي الفيديو اللي جاي هنحل الاسئلة ديت، الفيديو اللي بعد ده هنحل الاسئلة، حل الاسئلة دي ان شاء الله موجودة. هنا بيتكلم على ايه؟ Let's talk about our senses. Miss Mona and the students are talking about the five senses. بيتكلموا عن الحواس الخمسة. فهنا ميس منى تقول لهم good morning children, what a beautiful day in the school garden. Good morning Miss Mona, what will we learn today؟ نتعلم ايه النهاردة؟ فقلت له today we will learn about our amazing senses. What are senses Miss Mona؟ ايه الحواس الخمسة يا ميس منى؟ فميس منى هترد تقول لها ايه؟ senses help us understand the world around us. like هنا للتشبيه يعني مثل sight, hearing and smell. I can hear birds singing. أنا أقدر أسمع غناء الطيور. قلت له yes that's your sense of hearing. what else يعني إيه الشيء الآخر can we use نقدر نستخدمه. I can smell the flowers and see the colorful butterflies. قالت لها excellent سلمى. Those are your senses of smell and sight. Senses also help us stay safe. Miss Mona, how do our senses help us stay safe؟ فترد تقول له ايه؟ That's a great question. سامي for example if we smell smoke لو احنا شمينا الدخان we know there is a fire. نفس الكلمات ونفس الاكسبريشنز اللي احنا قعدنا نقرأ فيها ونحفظ فيها، ادي النص بتاعنا نقدر نكرره مرة واثنين وثلاثة. اما يجي يقول لي في جملة كده الاوبوزيت يبقى عايز عكس الكلمة اللي تحتها خط. عكس سيف آمن يبقى dangerous. طب هنا the underlined word الكلمة اللي تحتها خط، underlined word يعني كلمة تحتها خط means يبقى هنا عايز المعنى، يعني كلمة تساويها في المعنى. amazing يعني رائع مدهش، يبقى يساويها مين؟ wonderful. نفس الكلام اللي احنا قلناه نقرأ فيه تاني وتالت وعاشر. ادي الاكسرسايز بتاعنا. السؤال الاولاني سؤال listening يعني هيعتمد على السمع. السؤال التاني سؤال تشوز. السؤال التالت هنكمل التكست النص بتاعنا دهوت من البوكس بتاع الكلمات دهوت اللي هو في بالاصفر. برضه في الفيديو اللي قادم هنحل كل الاسئله ديت، هتلاقي حل كل الاسئله دي. هنا ري اوردر ترتيب، جملتين بانكتويشن، وهنا بقى عايزك تدرب نفسك تكتب باراجراف عن our senses. all the best. ادعمونا باللايك شير والاشتراك في القناة، سبسكرايب، سيبوا لنا كومنت في صندوق الوصف، وادعمونا باللايك والشير وشيروا كتير عشان نستمر مع بعض. all the best والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.